انا شلت بقى كل الجبنه اهي من على وشها تاني، شلتها. هي مفيش فيها اي ضرر يعني، هي كل الجبنه زي ما هي، ولا هي ساحت ولا اي حاجه اهي. بصوا الجبنه زي ما هي. لميتها بقى كده من على الوش. هي ريحتها جبنه كل حاجه، بس الله اعلم هي ايه يعني، ما ساحتش ليه. اقفل الصوت. بصوا بقى البيتزا بتاعتي، تعالوا اوريكم الظهر بتاعها اهي ما شاء الله. طبعا عشان بقى هو مستعجل، لو تبرد كمان بقى تبقى احلى واحلى. ما لزقتش في الحله، في الطاسه ولا اي حاجه. فين الكاتشب؟ هات يا سوم. انا لميت كل الجبنه من على وشها اهو اللي انا حطيته. لو عايزه تبقى بارده يا بابا شغل مروحه الصاله اهي، وادي شكلها. شغل مروحه الصاله لا عشان تبردها. خلاص براحتك. وادي شكل البيتزا اللي فاضله. هتهدى بقى كده وهوريلكوا ايه. يعني اعرف امسك العجينه بتاعتها واوريها لكم. ما حطيتش بقى التانية ما حطيتش من التانية علشان ايه ما تبقاش معايا. انا مش ضامنه، هو جوزي اتصل قال لي اصلا ما تاكلوهاش، بس انا شلت كل حاجه منها، ما سبتش يعني ما سبتهاش، مش سبتش حاجه. هظبط بقى كده المطبخ وهلم الايه مكان الحاجات اللي انا عملتها دي. ودي طبعا بسم الله ما شاء الله في الفرن اهي. سيبها بقى براحتها. وعايزه اقول لكم بقى ان شاء الله نزل لكم شورتس كده بيها بعد ما تخرج، وهخلص انا اللي ورايا وايه وكفايه علينا كده. طبعا بقى مش هفضل كل شويه اغسل معاكم مواعين. دي كانت دي كانت وصفه البيتزا النهارده، وصفه سهله وسريعه وفي نفس الوقت بحاجات اقتصاديه جدا، مش مكلفه ولا اي حاجه. عملناها كده. بصوا العجينه بتاعتها عامله ازاي اهي. عجينه البيتزا اهي بسم الله ما شاء الله اللهم بارك، مش فيها اي حاجه ومطعمينها وزي الفل. وهخرج بقى اللي في الفرن ده كده، والم كل الدنيا دي. طبعا التصدي بحطها في الفرن من جوه، والم مكان ما احنا كنا مقطعين الخضار. حاجات سهله وسريعه بنعملها في البيت في ثواني. وعايزه اقول لكم بقى من اللايف ده ان شاء الله اللايف اللي جاي هتوحشوني كتير كتير. استودعكم الله واسيبكم في رعايه الله وحفظه. والبيتزايه دي في الفرن اهي، ما حطيتلهاش جبنه بقى من الجبنه المغشوشه اللي هو اداها لنا دي اهو، حطلناهاش جبنه خالص. ودي كمان اهي بتستوي. ويلا بقى استنوني في لايف جديد.